قبل لا نبدأ خل أقول لك شغلة. هذا الفيديو مو قصة ولا مغامرة ولا تحدي. هذا الفيديو بسيط، بس طالع وحدي أتونس واستمتع بهالمنظر اللي قدامي. فاليوم كله بيني وبين نفسي، أثبت إنه مو كل طلعة حلوة لازم بيها ناس ونت وسوالف. والله متعة هذا. شوف، احنا متعودين نفكر بالدواء كحبة أو شراب، بس يمكن أرخص وأقوى علاج هو يوم هادئ بعيد عن الزحمة وبعيد عن الكل. يوم ما بي أي مواعيد ولا التزامات ولا خطط ويا أحد، بس أنت ومكان ترتاح فيه. فاسألها لنفسك، شلون ممكن يكون شكل يومك بدون أصدقاء وإنترنت؟ تمل؟ لو عندك قابلية تعيش وقت حلو ويا نفسك. اليوم قررت أجرب هالشي فعليا، لا أصدقاء لا إنترنت ولا تليفون. القرار كله بإيدي والوقت كله إلي. توكل على الله. أول ما وصلت لهذا المكان إجا شو اسمه هذا الموس اللي هو الغزال الأمريكي الضخم. إجا كان نازل من هناك من الجبل، عبر النهر هذا، سبح وكمل صعوده هناك اللي فوق. يعيشون هناك بهذه الجبال هاي اللي فوق. لما يكون هيك مكان كلش هادئ والمنظر كلش حلو ما بدك حتى تحكي. شوف المنظر هذا شلون خيالي. سبحان الله. لاحظت انه القارب هنا نزل الهواء مالته، وهذا لانه صار له تقريبا 45 دقيقة يعني محطوط بالشمس. لما يكون القارب محطوط بالشمس متعرض لأشعة الشمس يتمدد، يعني ينفخ بزيادة، بينما لما حطيته بالمي ودرجة المي كلش يعني منخفضة، يعني نص درجة اللي برا، فعلى طول انكمش وصار يعني مثل ما تشوفون. شوف شوف، هذا ما معناته يعني القارب دي شيء، لا، بس لأنه درجة الحرارة اللي برا اختلفت عليه هسه اللي جوا. فشو نسوي؟ نفتح هذا، تشوف هذا مع الهواء، وننفخه بنص النهر. هذا المخبأ مالتي اللي هو بنص البحيرة صاير. طبعا أنا قاعد بمكان كلش بعيد وحوالي يعني ناس، بس همينا كلش بعيدين، بس أحسهم وكأنهم جالسين هنا جنبي هسه، فكل حديثهم كل هذا قاعد أسمعه بكل وضوح هنا. فما أعرف شنو الفيلم بالضبط، شلون ينتقل الصوت حتى يوصلني للمكان اللي أنا فيه هنا. عجيب. والله يا علي هذا المكان، معناته هذا الماي كلش غميق. انزل انزل يلا. هذا خايف ينزل. هذا شكله ما راح ينزل. نزل والله. والله متع شكلها. الثاني هذا. ثالث.
موضوع السمك يبشر بخير، فخلينا نشوف. هذا شكله والله خوش مكان. اوبس، بس لا السنارة تساعد يعني. ليش يا عيني ليش؟ طيب ليش؟ شنو بعد؟ طبعا أنا هسه لو أشمغ لي حبل بمكان هذه السنارة هم كانت جابت شي. شوف شلون هذا الحبال. والله متعة هذا، صار سريع والله. والله قاعد اشوف مرة عجوز كبيرة قاعد تحاول شو اسمه تنط من فوق. اي والله. راح نشجعها. مترددة والله، مترددة تنزل. والله هذه ما راح تنزل شكل. لا والله اخذت لها صفنة بعد. كل هذول قاعدين ينتظروها على مود تنزل. خطية، احس الضغط كله عليها هسه، الكل قاعد ينتظرها. ايش قد فشلة لو ما تنزل والله. خطية. هذه واحدة ثانية جت جنبها وقمزت والله. ملت. والله ما تنزل هذه يا اخي، الخوف شيء رهيب لما يلزم قلبك، هذه ما يعوفه. هلو. والله لو مو دو هسه هذه نفسها عزيزة. نزل واحد ثاني بجنبها وهي بعدين ما نزلت. خطية والله، بديت أحزن عليها. والله ما تنزل هذه، مستحيل. شوف المنظر الخيال هذا. طبعا كلش جيت من وراء هذا التجديف اللي بالنهر لمدة تيجي تقريبا ساعتين ونص. هلكت صراحة، فجدا جوعان. المفروض اكو مكان هيجي حلو مطل على هذا المنظر مال البحيرة، فعلى الاغلب اني اوقف هناك ان شاء الله واكل لي لقمة. واو. اوف.
شوف، يمكن هذا الفيديو ما راح يجيب تفاعل لأن ما بي أحداث ولا دراما، بس هذا مو المهم. المهم إنك تعيشه صح وما تسوي بس حتى يعجب خوارزميات اليوتيوب. اللحظات الصغيرة هذه اللي ما تشاركها لا لايف ولا ستوري، واللي تقرر تعيشها بدون ما تنشغل بأي شيء ثاني، هي فعلا أحلى اللحظات. مو دائما الوحدة معناها ملل، مرات تكون المساحة الوحيدة اللي فعلا تتنفس بيها. فيمكن هذا أبسط تعريف لليوم الحلو، يوم ترضى تقضيه ويا نفسك بدون ما تمل منها. وبهيك نكون وصلنا لنهاية الفيديو، وأشوفكم فيديوهات جديدة إن شاء الله. في أمان الله. والله قاعد أشوف سمك قاعد يطفر هناك بعد يسجلها. طبعا هذه السنارة شكلها أبد مو زينة والله العظيم، دائما تعلق. هذا الطعم، هذا الذبانة فاشل. هذا الطعم الجديد، خلينا نشوف. والله وللتني. ايش قصتك انت يعني؟